بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. لو عايز تعمل QR كود لللوكيشن بتاعك، أو مش شرط يعني اللوكيشن بتاعك، أي لوكيشن على جوجل مابس، هنعرف مع بعض في الفيديو ده ازاي نعمل ال QR كود ده. وبرضه هنعرف مع بعض ازاي تقدر تعمل QR كود لميتنج على برنامج الزوم، او لو عايز يعني تعمل QR كود لأي حاجة انت متخيلها هتلاقيها في الموقع ده اللي احنا هنشرحه مع بعض. الموقع ده هو اللي هنستخدمه في الشرح النهاردة. اول حاجة انت محتاج تعمل QR كود لللوكيشن بتاعك. في عندك طريقتين تقدر تعمل بيهم QR كود لللوكيشن بتاعك. اول طريقة هتضغط هنا على جوجل مابس، وهتيجي هنا بعد ما تختار اللوكيشن بتاعك في جوجل مابس. مثلا انا هنا هختار يعني اي حاجة هنا في القاهرة مثلا، ولا مثلا نقول قلعة صلاح الدين. انا كده ضغطت عليها. هاجي هنا في مشاركة، هاخد طبعا اللينك بتاعي يعني وانسخه، واجي هنا اعمل له باست. بمجرد ما عملت باست هو عمل لي الكيو ار كود لللوكيشن اللي انا اخترته. طيب في ايه الطريقة التانية اللي انت ممكن تختار بيها؟ الطريقة التانية وهي هنا تضغط على لوكيشن، ومن خلال اللوكيشن هنا تكتب في البحث هنا المكان اللي انت عايزه. فانا هختار مثلا كايرو، واضغط هنا بحث. هو هنا جاب لي القاهرة يعني كمدينة. فانت ممكن هنا تحرك في العلامة دي، تزوم الاول وتحرك في العلامة دي براحتك لحد ما تختار الموقع اللي انت محتاجه. بس الطريقة دي مش دقيقة جدا يعني، الا انت لو كتبت الاحداثيات بتاعة الموقع اللي انت محتاجه. لكن انك تقعد تحرك في العلامة كده ده مش هيكون دقيق بالنسبة لك قوي يعني. لكن انك تختار هنا على جوجل مابس، وزي ما قلنا تيجي هنا تاخد شير لللوكيشن، وبعد كده تعمل له باست هنا، وبعد كده يطلع معاك الكيو ار كود. طيب هعمل ازاي كيو ار كود للزوم؟ هاجي هنا عندك هنا اختيار الزوم، هتضغط عليه، هيقول لك ضع هنا الميتنج اي دي. طبعا اللي بيستخدم برنامج الزوم عارف الميتنج اي دي عبارة عن ايه، وهيجيبوا هيدخلوا هنا. بمجرد ما تحط الميتنج اي دي والباسورد هيظهر معاك الكيو ار كود بتاع الميتنج، تبعته لاي حد عشان يقدر يدخل معاك في الميتنج ده. في حاجات تانية اللي هو لينك هنا، اي لينك طبعا لاي حاجة، وهنا لينكد ان. هنا لو عايز تعمل كيو ار كود للبروفايل بتاعك على لينكد ان، بحيث انه اي شخص او اي شركة تعمل سكان للكيو ار كود ده، تدخل على البروفايل بتاعك على لينكد ان، وممكن تضيفه في السي في بتاعك، فيبقى حركة شيك يعني من في السي في بتاعك. طيب في ايه تاني؟ في البي دي اف، وفي اختيارات كتيرة انت ممكن هنا تعملها الكيو ار كود بتاعك. وفي هنا مثلا الايفنت برضو بيقول لك عنوان الايفنت والوقت بتاعه واللوكيشن وهينتهي امتى والكلام ده، برضو ممكن تعمل كيو ار كود ليه. طيب انا كده هرجع للصفحة الرئيسية. هنا يجيب لك كل الاختيارات اللي انت تقدر تعمل بيها كيو ار كود لأي حاجة انت محتاجها: بايبال، بيتكوين، ام بي 3، بي دي اف، يوتيوب، فيسبوك، اي يعني حاجات كتيرة، واتساب، اي حاجة انت ليك يعني في الايميل بتاعك، البروفايل بتاعك بتاع فيسبوك، صفحة شخصية، اي صفحة تاخد اللينك وتحطه هنا هيجيب لك الام بي 3 معاك. مثلا ملف صوتي عايز تعمل له كيو ار كود، تضغط هنا على ام بي 3 ويحول لك الام بي 3 الملف ده لكيو ار كود. في مع الفيديو والواي فاي واللوكيشن واللينكد ان زي ما احنا شرحنا. وهنا تكست برضو لو عايز تعمل له كيو ار كود، بس بشرط انه تكون رافعه على جوجل درايف او اي حاجه على النت. الايميل بتاعك، الرقم التليفون، السكاي بي، اي حاجة يعني. تقريبا معظم الحاجات اللي انت ممكن تحتاج انك تعملها كيو ار كود. طيب انا عايز ارجع دلوقتي للحوار اللوكيشن، هضغط هنا لوكيشن، هيجيب لي جوجل مابس. فانا مثلا هحط تاني اللينك هنا اللي انا اخترته، هيظهر معايا الكيو ار كود هنا. هنا تقدر تعدل على الكيو ار كود الالوان بتاعته وممكن تحط لوجو هنا للموقع براحتك. من هنا هشوف ازاي، هتضغط هنا color،
تختار طبعا الكلر اللي انت عايزه. تقدر هنا تخلي الخلفية يعني مش بيضة، تخليها ترانسبيرنت اللي هي شفافة يعني. وهنا تقدر تحط صورة للخلفية، بس تختار وتحملها من هنا. بعد كده هنا الالوان، يعني هو بيقول لك انك ممكن تعملها جريدينت درجات يعني. فهو هنا مختار اللون الموف او البنفسجي، مش عارف اللون ده ايه عشان انا ماليش في الالوان. فهنا بيقول لك راديال، يعني هتخليه دائري، يعني الاسود ده تقريبا هيبقى في النص بالظبط. طيب انت عايز تغير الخلفية بتاعة ال QR كود، تضغط هنا. بمجرد ما تضغط هتظهر معاك الالوان دي، تختار اللون اللي انت محتاجه. فانا اختار مثلا اللون الاحمر، واضغط هنا هتلاقي تحول معاك الخلفية للون الاحمر. هتيجي هنا برضو لو عايز انت ترجع الخلفية تاني بيضة، هنرجعها تاني. لو عايز هنا تغير اللون اللي هو البنفسجي ده، هتضغط هنا وتختار اي لون تاني انت محتاجه. لو عايز تغير طيب الاسود اصلا، يعني انا لو لغيت الجريدينت ده، ولو عايز تغير اللون الاسود هتغير من هنا، تختار اللون اللي انت عايزه. الديزاين تقدر هنا تختار يعني العلامات السوداء اللي كانت سوداء بقت خضرا خليناها، تقدر تغيرها من هنا، يعني تغير شكلها من هنا على حسب الشكل اللي انت تحبه، واشكال كتير معك براحتك بقى. هنا تقدر يعني تشوف انت عامل ال QR كود ده لايه بالظبط. انا هنا عامله لموقع، فانا هختار اللوجو ده اللي هو لوجو موقع. تقدر لو انت عامله البروفايل بتاعك على لينكد ان تختار لينكد ان، لو عامله فيسبوك تختار فيسبوك، وهكذا. الفريم بتاعك الفريم من هنا اللي هو ايه، يعني تقدر تعمل فريم لكيو ار كود. هنجرب مثلا الفريم ده كده، هو عمل لي الكيو ار كود في فريم. وتقدر هنا تغير كلمة سكان ميديا لأي حاجة انت محتاجها. في بعد كده معانا هنا الاوبشنز دي من خلالها تقدر تختار الحجم بتاع الكيو ار كود، تكبره او تصغره براحتك يعني، فعلى حسب راحتك. الموقع ده بصراحة موقع جميل يعني، بس اكيد يعني انا مجربتش بصراحة، بس اكيد في حدود الكيو ار كود اللي هتنزلها في اليوم، بحيث انه بعد كده يبقى بفلوس. فانت تقدر تضغط هنا سيف، تنزل الصورة اللي انت عملتها كيو ار كود. بعد ما تضغط سيف هو ظهر لك هنا عشان تحمل الكيو ار كود ده. تقدر تحمله باي صيغة بقى، انا هحمله هنا PNG، تقدر تحمله PDF، وتقدر تطبعه مباشرة. فانا هنا هفتح الصورة اللي انا حملتها دي، ظهرت معايا هنا. صراحة موقع جميل اللي يحب يعمل QR كود لأي حاجة، انصح بالموقع ده، موقع حلو جدا يعني. وبكده يكون انتهت الحلقة بتاعتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.